احنا مش اتفقنا ان احنا كل يوم هناخد اوضة وننضفها تنظيف عميق كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة وروتين جديد ان شاء الله هيعجبكم، ويا رب تكونوا بخير. وبجد شكرا ليكم كلكم وحبايب قلبي اللي نوروني واشتركوا في القناة. وشكرا لكل حد جديد اشترك وكتب لي كومنت حلو في الفيديو اللي فات وحط لايك. بجد ربنا يا رب يجبر بخاطركم ويخليكم ليا. النهارده بقى يا بنات فيديو جديد زي ما اتفقنا كده، كل يوم هناخده اوضه. وزي ما بيقولوا كده ان ساعه بيقولوا ايه، البركه في البكور. خلاص، يعني ايه البركة في البكور؟ ان انت كل ما تصحي بدري وتبدأي يومك بدري في نشاط كده، بجد هتنجزي وهتحسي اليوم فعلا فيه بركة. اليوم ده يا بنات ايه، دخلت على اوضه الليفنج كده زي ما انتم شايفين، واول حاجه زعفت السقف. طبعا انا مش بحب يعني اطول الفيديو عليكم. بصوا الفيديو ده 16 دقيقه، يعني بلاش تجريه. ماشي. واكتبي لي بقى كومنت قمر كده، اثبتي وجودك فيه وحطي لايك. خلاص، دخلت على اوضه الليفنج يا بنات، زعفت السقف، مسحت الحيطه بكلوريكس الوان كده وفوطه، مسكت الشيش برضو عملته كده بالفرشه على الناشف، ومسكت البخاخ ده يا بنات مسحت بيه الخشب كده، حاطه فيه شويه كلوريكس الوان وشويه جنرال، ومسحت الشيش كده ايه على الناشف، يعني على بصوا يا دوب كده ايه الفوطه منديه. تمام. احيانا ايه بخلع الشيش واخده بقى في الحمام وبالميه والخرطوم والكلام ده، ولكن الخشب بيبوظ، فكل فتره بعيد بعمل الحركه دي. ولكن في التنظيف العادي هي البخاخ بتاعي كده وفوطه، وبيبقى معايا زي الفل. بصوا بقى انتوا زي ما انتوا عارفين اللي انا بحب ايه، اخد جزئيه جزئيه كده في الاوضه. يعني الكنبه دي كده زحتها كده، يعني شلتها من مكانها زقتها ونضفت وراها ولمعت وراها. طبعا الميه اللي انا بلمع بيها يا بنات فيها كلوريكس الوان وشويه جنرال، او ممكن كلوريكس يعني كلور عادي اللي هو الابيض ده بتاع التنظيف، وشويه جنرال. شوفي انت بتحبي ريحه ايه، تقدري تحطي ديتول، حطي المتاح عندك، ان شاء الله حتى ميه وكلور. تمام، هيديكي ريحه النظافه كده، وهتنضف معاكي الارض وهتلمع كمان. المهم تعالوا بقى ايه على الكنب هنا يا بنات. هنا معايا باور بتاع المفروشات، مش بتاع المطبخ يا بنات، مش بتاع الدهون، اوعي تتلخبطي. ده طبعا استخدمته معاكم قبل كده، ده من ماي واي. ده عندي بقاله فترة، كنت جايباه تقريبا ب 35 جنيه، معرفش بقى سعره ايه دلوقتي. بصوا بينضف حلو قوي. طبعا انا جربته معاكم قبل كده، اسمه باور للمفروشات. تمام. بس فوطه بقى ناشفه كده، وابتديت امسح القماش بتاع الانتريه بتاعي بعد ما شلت ايه من عليه التراب بالفرشه. فرشه ناعمه كده مخصصاها برضو للصالون للانتريه كده للمفروشات يعني. وزي ما قلت لكم برضو قبل كده اني الباور ده انا جربته في المراتب ما عجبنيش خلاص، لكن حلو قوي للانتريه. بصوا هو عشان الانتريه ده غامق، فهو مش باين فيه ان هو مش نظيف يعني، ولكن بصوا الفوطه ما بتكدبش، القطنه ما بتكدبش زي ما بيقولوا. بس شلت بقى الشلته كده، وابتديت برضو بالفرشه كده شلت بقى لو في اتربه لو اي حاجه. وهمسك بقى ايه كنبه كنبه، هعملها كده برضو نفس الكلام. الاوضه دي فيها 2 كنبه واتنين فوتيه. خلاص. همسك بقى كنبه كنبه برضو، اشيلها من مكانها، زقها وانضف مطرحها وارجعها تاني. ما بحبش بقى اقلب ميه كتير كده، والميه بقى تلاقيها تجري كده. لو عندك كنبه بقى اللي هي ايه، اللي هي بيبقى ملهاش رجلين، فتلاقي المية دخلت تحتيها وممكن تبوظي الفرش بتاعك، العفش بتاعك يعني. خلاص، فالافضل ان انت ايه تاخدي جزء جزء كده، وهيديكي نفس النتيجة في التنظيف، والأوضة هتبقى زي الفل معاكي. اهو مسكت بقى الكنب كله كده ايه ظبطته. وخليكي معايا لاخر الفيديو، هنعمل الفطاير من غير دقيق ومن غير عجن ومن غير فرن. خلاص، حاجة حلوة كده ايه وبسيطة وسهلة واقتصادية. الولاد كان اليوم ده عايزين ياكلوا يعني حاجة حلوة، وانتوا زي ما عارفين كده الفرن عندي فيه مشكلة، بس انا الحمد لله اتصلت بال بالشركة. يعني هو يا بنات بيلت ان، فرن بيلت ان هوفر.
تمام. فهو الضمان بتاعه 3 سنين الحمد لله. فاتصلت بيهم وبلغتهم وكده، لقيت اللي احنا لسه في الضمان. تمام. فهيدوني بقى ميعاد ويجوا ان شاء الله ايه يصلحوه، ولكن قلت على ما يصلحوه هعمل لهم الفطاير دي. حاجة كده سهلة وبسيطة خالص. خليكي معايا ايه لاخر الفيديو وان شاء الله هتعجبك. تمام. بس يا بنات هاجي بقى هنا على الترابيزه، هلمع بقى كل حاجه عليها كده بملمع الازاز، ومسحت بقى التليفون الارضي ده، وبصوا كل حاجه مسكتها كده لمعتها وبقت زي الفل. عايزه اقول لكم الاوضه دي اخدت مني يومين مش عشان حاجه. انا كنت غاسله يا بنات السجاده بتاعتها، وكنت مستنياها تنشف، وكنت جايبه نزلات اللي هي النزلات بتاعتها برضو كنت عايزة اركبها، اللي انا كنت مفصلاها معاكم يا بنات، كنت عاملاها في المنشية يعني. هتشوفوها دلوقتي. تمام. فالتنظيف بقى ده كده اخد مني في يوم، وتاني يوم هفرش معاكم الأوضة، وهدخل اعمل الفطاير. خلاص حاولت كده ايه اختصر في الفيديو ده عشان ما تزهقوش بس وتقعدوا بقى تجروه بقى وكده الحركات بقى اللي انا عارفاها دي. تمام. اللي انت بقى تتفرجي وتجري من غير ما تحطي لايك ولا تكتبي كومنت. بس يا بنات، ولو مش بيجيلك اشعار بالفيديو، الغي الاشتراك وارجعي اشتركي تاني وفعلي الجرس، علشان اول ما انزل فيديو تعرفي ان انا نزلت فيديو كده وتخشي بقى ايه وتتفرجي عليه. وان شاء الله الفيديو ده هيديكي طاقة كده ايجابية، ويديكي نشاط لو انت لسه ما قمتيش بقى كده. بصوا احنا خلصنا امتحانات والنتيجة طلعت والحمد لله، والدنيا زي الفل. فترة الدراسة بقى دي ما كناش كسلانين شوية، ولكن عارفين بقى لما بنشيل ونحط وكده بيحصل توتر شوية طبعا. لو الولاد بتذاكر وكده، فكنا بنحاول اللي احنا نهيئ لهم جو المذاكرة ده. تمام. فما كناش بقى بنعرف ننظف براحتنا. فدلوقتي خلاص بقى احنا خدنا الاجازه وكده، فقومي بقى بطلي كسل وقومي يلا ايه نضفي، وابدأي كده زي ما قلت لك كل يوم اوضه. خلاص. واللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يتفرج عليه، بجد فيديو ان شاء الله يعني لو انت ما شفتوش هيعجبك. كنت نظفت فيه اوضه النوم، وقلت على المقتنيات بتاعتي اللي هي ايه الروائح الحلوه الجميله اللي انا بحبها اللي بستخدمها استخدام يومي. هو مش يومي بصراحة، أنا كل شوية شغالة عليها يعني. بس يا بنات المهم بقى إيه ولو انت جديدة برضو لفي لفة كده في القناة، واتفرجي على الفيديوهات الأخيرة، وحطي لايك واكتبي لي كومنت وقولي لي رأيك فيها. وإن شاء الله هعمل لكم كده فيديو تعريفي أعرفكم بيا الحبايب قلبي الجداد معايا اللي ما يعرفونيش. وطبعا حبايبي بقى اللي هم معايا من اول القناه منوريني، وانتوا عارفين نفسكم طبعا، وكومنتاتكم الجميله اللي على طول بتبقى في كل فيديو يعني. بجد ربنا يخليكم ليا كلكم، وتفضلوا كده ايه منورين حياتي. بصوا بقى يا بنات، هنا تاني يوم الصبح لمعت بقى خلاص يعني انا قبلها بيوم خلاص فنشت الاوضه بقى تنظيف وحيطان وشيش وكله. تاني يوم بقى لمعتها كده تلميعه، وفرشت السجاده كانت مغسوله، وبعد كده ايه الستاره برضو اتغسلت، وهحط النزلات. خلاص. النزلات دي يا بنات كنت مفصلاها في شارع فرنسا، زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا عارفين يعني اللي متابعني بقى. خلاص. بس يا بنات المهم هحط بقى الحاجات دي برضو انا كنت شارياها، فهحطها بقى هنا في الحاجات دي. تمام. من باب التغيير يعني بتبقى حاجات بسيطة كده، ولكن بجد بتفرق مع نفسيتي جدا. عارفين والله يعني لو نزلت واشتريت مج، عارفين بفرح بيه قوي وببقى مبسوطة قوي. لو اشتريت مفرش، لو اشتريت ورد، لو اشتريت اي حاجة بسيطة، دي هتفرق معاكي جدا. فحاولي كده ايه تغيري كده من المكان اللي انت قاعدة فيه بأي حاجة كده ايه تفرحك. بس يا بنات وربنا يفرح قلوبكم كلكم، ويرزقكم يا رب، وكل واحد يجيب اي حاجة نفسه فيها واي حاجة بيتمناها يا رب. ربنا يا رب يرزق الجميع. المهم بقى يا بنات هبتدي بقى احط بقى الحاجات دي كده. شلت بقى الورد اللي هو من الاول فيها، وبعد كده هحط إيه اللي انا جايباه ده. الفروع دي يا بنات برضو كنت جايباها من المنشية. إيه بس فهحطها بقى كده اوزعها كده بالشكل ده. تمام. وهبتدي بقى ايه ارجعها كده ايه مكانها. بصوا إيه قولوا لي رأيكم بقى.
بس يا بنات المهم ايه، الاوضه بقى عندي بقت زي الفل خلاص. تعالوا بقى ايه، ندخل نعمل الفطاير البسيطه السهله دي. عندي نص كيلو جلاش، تمام. وعندي البوله دي يا بنات مسيحه فيها سمنه، تقدري تحطي سمنه على زيت، تحطي زيت بس، تحطي زبده بس، زي ما انت عايزه. وكل ما السمنه او الزبده تكون نوعيتها كويسه طبعا هتديكي نتيجه احسن. ولكن لو مش متوفر عندك فانت ما فيش حاجه بتقف قدامنا، ان شاء الله زيت حتى هتديكي برضو نتيجه كويسه ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بصوا بقى يا بنات، هنا جبت ايه، ورقتين جلاش، وهبتدي ايه ادهن بين الورقه والتانيه بالسمنه بتاعتي اللي انا مسيحيها خلاص. طبعا غطي الجلاش بقى بفوطه نظيفه كده علشان ما ينشفش منك على ما تخلصي الكميه. عايزه اقول لكم ان النص كيلو يا بنات عمل لي 7 وحدات، يعني 7 فطاير. خلاص النص كيلو عمل لي 7 فطاير. فعملتها بقى كده، دهنتها كده بالسمنه بتاعتي وطبقتها كده بالطريقه دي. تعالوا نعمل معاكم واحده تاني. تقدري طبعا تعمليها اي حشو انت عايزاه. لو عايزه تحشيها كاستر، طبعا الكاستر سهل جدا تعملي، تحشيها مكسرات، احشيها الحشو اللي انت عايزاه. على فكره انا كنت عامله معاكم قبل كده محشيه، كانت محشيه ايه يا بنات، اللي هو كان نوع حادق يعني، مش متذكره بصراحه كانت ايه، ولكن كانت من غير لبن ولا اي حاجه، لان دي هيتحط عليها لبن وهتبقى حاجه كده طعمها بصوا بجد فظيع. خلاص فانت تقدري تعملي الحشو اللي انت عايزاه، حشو حلو او حشو حادق. طبعا الحادق مش هتحطش عليه اللبن، اللي هي ايه الخطوه الاخيره اللي انا هعملها، تمام. ولكن لو هتعملي مكسرات تقدري برضو في الاخر تحطي لبن، تعملي مهلبيه تحطي لبن في الاخر. انا بقى يا بنات عملت بقى الكميه كلها كده ايه بالشكل ده، ودهنتها كده ايه بالسمنه بتاعتي، وجبت هنا حوالي نص كوبايه لبن. خلاص هحليها بالسكر، طبعا السكر حسب الرغبه، وكميه اللبن برضو حسب الرغبه. لو انت عايزاه كده ايه بيقولوا عليه ايه مبشبش كده وطري كده زودي اللبن. خلاص انا كده حطيت حوالي نص كوبايه او كوبايه الا ربع، حطيت 3 معالق صغيرين كده ايه سكر، تمام. بس دوبتهم بقى. اللبن ده عادي يا بنات ساقع من التلاجة. جبت الطاسه بتاعتي اللي هي بتاعت الكريب دي، ودهنتها كده. تقدري اي طاسه تيفال، ممكن صينيه كمان لو ما عندكيش الطاسه دي. خلاص دهنتها بقى سمنه بسيط خالص كده بالفرشه، وسخنت. وبعد كده نزلت بالفطاير بتاعتي، هبتدي اقلب فيها بقى كده. بصوا افضل بقى اقلب فيها، هتلاقيها بتنتفخ معاكي. بصوا معرفش التصوير هيبين ولا لأ، بجد هتلاقيها كأنك بتعملي عيش بتعلى بتنتفخ كده. خلاص بس هبتدي اقلب فيها لغايه ما تديني اللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ما تسرحيش مع الفيديو، ويا رب تكوني حطيتي لايك وكتبتي لي كومنت كده يدعمني ويشجعني، ولفي لفه في القناه زي ما قلت لك لو انت جديده معايا واتفرجي على الفيديوهات القديمه. ان شاء الله انا متاكده ان هي هتعجبك جدا وهتستفادي منها. بصوا بقى يا بنات، بصوا منتفخه ازاي، بصوا واللون الذهبي الجميل ده. بصوا عطيتني اللون اللي انا عايزاه. هبتدي انزل عليها كده ايه بلبن. ما تحطيش طبعا نص الكوبايه على الفطيره دي، لا بصوا معلقتين كده، واقلبها الناحيه التانية، وبرضو احط شويه لبن. لو انتي مش عايزه، هي بصوا لما بحط اللبن في الطاسه كده وهي سخنه بتبوش كده وبتبقى طريه وجميله قوي، تمام. في طريقه تانية اللي انت ممكن الفطاير دي تقليها كده عادي زي ما انا عملتها، وتحطيها كده في صينيه، وتقلبي عليها لبن بسكر، بس اللبن بقى يكون سخن. خلاص ولكن انا حطيت كده اللبن في الطاسه على طول عشان الفطيره سخنه واللبن ساقع. انتوا واخدين بالكم انا عايزه اقول ايه؟ يعني لو الفطاير سخنه حطي اللبن ساقع زي ما انا عملت كده في الطاسه كده على طول. لكن لو طلعتي كل الفطاير وبردت منك فانت لا، سخني اللبن بقى كده ودوبي فيه السكر وحطي على الفطاير، برضو هتديكي نتيجه حلوه جدا. خلاص بس يا بنات عايزه اقول لكم انا من حلاوه الفطير ده اقسم بالله، يعني اول مره عملته عايزه اقول لكم في اسبوع عملته تقريبا 3 مرات.
بس فعاجبهم جدا في البيت بجد، وسهل جدا بقى، عارفين، ولا هتعجني ولا تخبزي ولا تجيبي دقيق ولا هتولعي الفرن. بصوا الموضوع مش هياخد 5 دقايق. عايزه اقول لكم اول فطيره اتسحبت يعني اتسحبت من جنبي كده اول ما طلعتها. اكيد اخدتوا بالكم. بصوا ده في 2 اتسحبوا اصلا زي ما قلت لكم كده. اني النص كيلو، نص كيلو جلاش عمل 7 خلاص، ولكن هنا في 5 فقط. ففي 2 كده ألف هنا ايه اتلقطوا كده اول ما ايه ما عملتهم، وهم كده ايه سخنين كده. بس يا بنات ده الفيديو بتاع النهارده، طبعا هدوق انا معاكم دلوقتي طبعا. بصوا حاجه سهله وبسيطه. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبك لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.